السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل اللون الغذائي الصحي، اللون الطبيعي 100%. نعمل بيه الحلويات، التورت، نلون بيه الكب كيك، أي حاجة احنا محتاجينها باللون الأحمر، بمكون سحري موجود في كل بيت، واللي هو يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف معانا المكون السحري باللون الغذائي الطبيعي المغذي كمان، وازاي نستخدمه واستخداماته ايه غير اللون الطبيعي الصحي الغذائي لكل الحلويات والتورت. معايا الشمندر او البنجر، هنقشر القشرة الفوقانية كده بالمبشرة، هنقشرها ونتخلص منها. دي لونها كده غامق قوي ومش هنتخلص منها. بصوا كده البنجرايه لونها كده احمر طبيعي تحفة، صحية، غنية بكل الفيتامينات. يعني ممكن استخدامات كتير، مش بس اللون، يعني استخدامات للشعر، للبشرة، اللون صحي، عصير. يعني استخدامات البنجر ليه استخدامات عديدة جدا، لانه مفيد جدا، صحي جدا، يقوي المناعة. بس النهاردة هنستخدمه للون، للحلويات او التورت او الكب كيك، لأي لون احنا محتاجينه. مكون سحري طبيعي صحي مضمون. بصوا كده انا هبشر البنجرايه كده كلها، وكمان كان عندي واحدة بشرتها، يعني دي 2 من البنجر. كانت عندي واحدة بعد ما انا خلاص قلت هعمل واحدة، وقلت لا هعمل كمية، عملت واحدة تاني بحجم كبير. خلاص انا خلصت البشر. هنجيب كده صاج عليه ورق زبدة، او ممكن يعني نستخدمش الصاج او ورق الزبدة، قماشة كده نظيفة، لان احنا هنحاول في صينية كده هنعرضه للشمس، يبقى كده هندففه في الشمس. بصوا كده انا فردته كده في الصاج صاجين، لاني انا عاملة بندرتين او 2 من الشمندر، وكده هنعرضه للشمس يوم كامل من اول الصبح لحد ايه اخر النهار، لحد ما يدف معانا ويبقى بالطريقة دي. بعد ما خلاص جف كده وبيجي بالطريقة دي، بصوا يعني الكمية خست خالص. هنضربهم في الكبة او نضرب بأي مصفى كده، وهننخله، والباقي في المصفى هنطحنها تاني، وهنكمل طحن لحد ما يبقى بودرة وناعمة بالطريقة دي. وفوائده اكتر، يعني كده الشمندر او البنجر استخداماته عديدة وكتيرة، وممكن للبشرة، للشعر، مغذي، كملون صحي غذائي طبيعي 100%. للحلويات، للطرق المغذية، البنجر او الشمندر ده عايز وقت طويل نشرح فيه فوائده العديدة واستخداماته كمان العديدة. اسيبكم في رعاية الله.